نيكو ويليامز، هل خسر ملايين المتابعين بعد رفض برشلونة؟ كانت الصفقة شبه محسومة. الجميع في برشلونة كان يعتقد أن نيكو ويليامز بات على بعد خطوة واحدة من التوقيع. الاتفاق الشخصي تم، وبقي فقط دفع الشرط الجزائي 58 مليون يورو. ومع هذه الأنباء انهالت عليه المتابعات، فجماهير برشلونة تملأ الأرض. لكن فجأة في 3 يوليو أعلن أتلتيك بلباو بشكل رسمي: نيكو جدد عقده. العالم الافتراضي اشتعل، انتقادات، غضب، وادعاءات بأنه خسر أكثر من 3 ملايين متابع على إنستغرام. صورة وهمية انتشرت كالنار في الهشيم، لكن الحقيقة أنه خسر حوالي 500,000 فقط، رقم سيعود سريعاً مع تألقه على أرض الملعب. وهل يهم اللاعب هذا؟ بالطبع لا. فنيكو ليس مؤثراً على السوشيال ميديا، بل لاعب كرة قدم، والأهم هو راتبه الجديد. فقد أصبح ثاني أعلى لاعب أجراً في النادي ب10.4 مليون يورو سنوياً، خلف شقيقه إنياكي ويليامز فقط. قد يكون قد خسر بعض الأرقام على الشاشة، لكن على أرض الواقع فاز بالعقود والأموال والاستقرار.